يعني جمعيات ما رسميه ما حكوميه كتبات داكشي اللي كتباتو وعطاتو التيارات سياسيه داخل البرلمان الاوروبي معاديه، وعلى راسها اليوم راكم عرفتوا شكون اللي دار الحمله. راه المجموعه يعني الفرنسيه داخل البرلمان الاوروبي، يعني ما قصروش يعني نعبؤوا، بل كثر من هذا وذاك، انه ماشي فقط كانوا حطوا او صوتوا، بل كانوا يعبئون باش فعلا التصويت يكون ضد المغرب. اذا المشكل اليوم ما عندناش مع البرلمان الاوروبي، اليوم كنشوفوا بان فعلا كاينه الشريك الاقتصادي مبدئيا اللي هي فرنسا، وشفنا بان فعلا الحضور ديالها اللي كان في هذا الاتجاه هو ما اعتبرناه يعني لا قانونيا ولا اخلاقيا شيء مقبول. علاش؟ لان احنا عندنا في الاتحاد في الشراكه مع الاتحاد مع البرلمان الاوروبي، عندنا الاخوان في الغرف البرلمانيه كيعرفوها، عندنا اليات لتقييم هذه الشراكه. هذه الاليات فيها ايضا اللي قلتها الاخوان اللي حضروا في منسقين في الفرصه في الاجتماع الفائت، عندنا اليات لتقييم الشراكه بما فيها الجانب الحقوقي. اذا الغريب كيفاش انت البارح انا كنجلس معاك على الطاوله ما قلتي لي حتى شي حاجه، خليتيني خرجت، جبتي تقرير مدوا لك شي واحد تحت الطبله وجيتي كتضربني به وجيتي كتبناه في هذا السياق. اذا هذا ما اعتبره المغرب غير مقبول ومرفوض جمله وتفصيلا. طبعا كما هضرنا قبيله على كحركيين دائما وابدا عندنا الجرأه ان نوقفوا على النواقص ديالنا. احنا ما كنقولوش باننا بلغنا الكمال، ولكن ما في اطار السياده. انا ما عنديش، احنا عندنا مشاكل ما كنقولوش لا، ولكن كما عندهم مشاكل ايضا، ولكن ماشي باش تدخل لي فيك تما. اسمح لي، انا عندي اوراق، حنا كنرافعوا كنغوتوا، طريقنا مازال طويله في الاصلاح وفي الحضور من اجل الاصلاح، ولكن ما غنقبلوش حصر الانوف كما قلت، وما غاديش التدخل في امور سياديه كما كانت تكون ناجحه او خطا. هذه كتبقى امور سياديه، يمكن يكون النصح، يمكن يكون التوجيه مثلا اذا اقتضى الحال، ولكن باش يكون تدخل سافر بهذا الشكل غير مرفوض وغير مقبول.